وأخيرا انتهى عهد الدكتاتور اللئيم من الجد إلى الحفيد. خلينا نبلش. كيفكم يا معلم؟ ورجعت لكم فيديو جديد لليوم. حط لايك واشترك واكتب لي تعليق حلو مثلك، لاني فعليا اذا 1000 واحد بشوف الفيديو كلهم مشتركين بصير عندي 1000 مشترك بفيديو واحد. حاليا انا بعرف انه الشعب المصري والاردني والسعودي واللبناني والليبي وباقي الشعوب العربية كلهم غيرانين من السوريين هلا. نعم، ليش السؤال بيطرح نفسه؟ لأن انتوا رؤسائكم ما بيلبسوا كلاسين بينما نحن عنا رؤسائنا من الجد للأب للحفيد كله بالكلاسين يا معلم. علي الحلال لولا العيب والحرام بدي اقدم لكم هذا الفيديو وانا لابس كاسو. حتى انا قبل هالفيديو كان عندي موعد دكتور عيون، بس قالوا لي انه الدكتور عنده لدغه بحرف السين، فقلت ما رحت، ده يعميني هذا يلعن الطرق. فاكتشفت انه هذا مو دكتور، هذا دبتور. نتحب باشركم اعزائي المشاهدين من دستة الكلاسين، ولا من حكم الدكتاتور اللي ضل اكثر من 53 سنة، ولا من السجون، ولا من المخالفات، ولا من الاوامر يلي اعطاها شخصيا بتنفيذ اوامر قتل ضد شعبه. بس بحب اوجه لك شغله، يعني سيادة الرئيس، عفوا سيادة الرئيس، انه هربت 130 مليار دولار، مدري 200 مليار، والبوم صور 30 سم ب 30 سم، ما عرفت تاخده معك. بعت لي موقعك بموسكو، يعني مشان اعمل لك الالبوم، مو مشان غير شيء. يا حبيبي، كلسون سبونج بوب اللي عليه انف طويل وهيك وشغلات جايب المحل الغلط، يعني ما كنت البسه غير انا وقت كنت صغير، انا وابن صاحب المعمل. انت ليش لابس منه؟ اوكي، خلينا نقسم هذا الفيديو لقسمين ثلاثة. هلا اول قسم خلينا نبدا فيه هو اطلالات بثار الاسد، وهو بالكلاسين. تداولت وسائل الإعلام مجموعة من الصور المسربة التي تظهر بشار الأسد مع أصدقائه في مواقف مخلة ومفاجئة. تظهر الصور لمحات نادرة من حياة الأسد الشخصية، مما أثار جدلا واسعا في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. تتضمن المجموعة أيضا صورا عائلية تنشر لأول مرة، تظهر اللحظات العائلية الحميمية. يا جماعة أنا ما عم بتخيل إنه هيك شعب سوري عنده ذكاء مفرط ما عنده إياه أكثر من أي شعب عربي، يحكموا هيك واحد بني آدم جاي. ما هي المشكلة كلمة جاي قليلة في حقه يعني. يعني فعليا انه اذا جيت طلعت على المقبور ابوه فبتلاقي فيه دلائل بتدل انه هو على اساس انه رجال، يعني مو اكثر من هذا ابن الحرام. دقيقة شوي، انتوا فهمتوني انه انا كبرت كلام، هو لا، هو فعليا ابن حرام. يعني شي بنت هلا تكون شايفتك وانت عم تاخذ لها جقمة على النص وعم تتصور شيء على اساس صور مثيرة للاشواق، حاشات الذكر حتى اخرى عليك. ايش ام الرومانسية هي ولك؟ يا جماعة حاسس بشعور انه عم بقدر بحكي، مع انه انا بالنسبة لإلي مغترب ومع ذلك ما عم بقدر بحكي. ليه؟ لاني حاطط احتمالية الرجعة، ومثلي ومثل حال 13 مليون مغترب. تمام، انا قلت لكم قبل شوي انه ابن حرام، وانتوا قلتوا انه عم بغلط عليه وعادي، بس هي لا، هي فعليا مثل ما شفتوا حاليا الشبه الكبير بينه وبين صلاح جديد. هو صلاح جديد كان مقرب كتير من عائلة الاسد في هذاك الوقت، عائلة الكلب، وكان واحد من عضو حزب البعث. وانا عم بقول وقت خريوله على قبر ابوه ما زعل. كنت نصغى لعساد، بس بدي احكي معك شوي تعال هون. اول شيء بدي اياك كل خرا. الله حيه، الدعم اللبناني وصل. طالب من كل سوري عنده نخوة وشهامة وحب لبلده ووطنية مثل ما دعمتنا هالمخلوقة، نروح ندعم نحن. لا يا جماعة، لا دعمتنا اوكي على عيني وراسي، بس انه انتوا لا تدعموها. يعني بعرفكم انتوا ما بتقصروا شباب مثل الوردة، بس لا تدعموها. تمام يا جماعة، خلينا ندخل هلا على ردة فعل الشعب العربي بعد ما تحررت سوريا، وهل هو فعلا بيحبنا ولا رايح راجع بلدي. ليه شنطة؟ ليه سكر الباب؟ استهبل. راجع بلدي.
بس نسولف مع بعض، باقي في جداول ما سويناها. تعال نلعب جيكارو. تتذكر يوم تقول لي تعلم شطرنج؟ يعني تعلمت شطرنج انا. يلا تعال خلينا نلعب شطرنج. يلا اسمع، نتفرج سينما، نروح سينما. من اول تقول خلينا نتفرج سينما. والله يسعد دينكم الشعب السعودي ما اطيبه. مزمل جاي يودعك. تودعني ليش؟ اهلي رايحين سوريا ولازم نروح معهم. لازم؟ لازم. مشينا شو؟ بجي معاكم. بس انت ما بتعرف شي بسوريا، حتى شنطتك مو جاهزه. ها شنطايتي هون. والله يا اهلا وسهلا، مين ما بده يتفضل. يلا بينا. الايس كريم، بوظة، طماطم، بندورة. احنا وين رايحين؟ سوريا. غلط. الضيعة. والله اسطوري. يا مرحبا بكم. مزمل لا 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 يا معلم، ممكن شباب الحارة. اوكي، الوضع بعد تحرير سوريا. هادي ايش جالس تسوي؟ ايش حناكل؟ المناقيش وصلت. طب شغل شيء خلينا نتفرج. تفضل. الحمد لله. لو تعمل لي دمعة شاي اكرك عجام وممنون لك كثير. اوه، فعليا اكثر واحد ظابط اللهجة السورية جايبها. ليش؟ يا ابني ايش بك؟ قوم ساوي لي شاي، قوم. برسل لك صورك، ايش اسم جوالك؟ اب حاتم. يا ليل هادي خبط على كبير يا صغير. عميد. والله فنان. عميد. فعليا جايب اللهجة السورية اكثر مني. اوكي، حال محلات الشاورما في مصر بعد عودة السوريين الى بلادهم. تكرم عيونك خيي، والله لاعطيك شاورما هتاكل تمك بعديها. وين الخبز؟ ليش عم اوكي، بعرف تاكل اصابيعك وراها مو تمك. شلون ياكل تمك؟ تصرخ علي امام الزباين؟ مالك ولا؟ هيك شو بتتكلموا سوري؟ محل شاورما سوري، هنتكلم ايه؟ سعيدي؟ ايه ده انتوا مصريين مش سوريين؟ انتم انت مالكش دعوه بدل ما نحطك على سيف الشاورما. السوريين المحترمين اللي المصريين عمالين يهللوا لهم وهتوحشونا وهتمشوا من مصر وخلينا نروح نبني سوريا مع ولا اثبت يلا. تعرفون ان انتوا حلوين وكيوت واللهجه لك السوريه ومليه تقبوشي قلبي بقى وتكرم عيونك. ولا انت هو ادخل الحمام زي خروجه؟ مفيش خروج من هنا، خليكوا. ايه يعني سوريين سوريا اتحررت ولا احنا مالنا احنا. اوكي، انا ببالي حطيت في بالي الهجوم فورا، بدي اهاجمها. ليش؟ ايش عملوا لك؟ ولا طلعت المخلوقه بالعكس بدها انا. والله احلى ناس. احنا في مين؟ خلوق. في خلوق؟ لا ما فيش خلوق. بالصلاة على النبي كده، زي ما دخلتوا زي ما هتخرجوه. يخرجوا. ممكن قدامكم فرصة نديها لكم، بس تروحوا تسلموا على الناس وتيجوا، تروحوا تحتفلوا وترجعوا وتاخدوا معاكم 2 مصريين مرشدين عشان لو فكرتوا تفضلوا هناك يجيبوكم من قفاك. مفيش حاجة اسمها تمشوا. اوكي، والله شكرا من القلب لكل واحد ولا وحدة من الشعب العربي حب السوريين وتقبلهم، والشعب المصري والسعودي يا اخي سكرة. اوكي، وهذا كان نهاية الفيديو لليوم. اذا ما اشترك تنزل فعاس امه لزر الاشتراك مشان تشوف محتواي الجديد، وبشوفكم فيديو جديد. تشاو.